حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير. يلا بقى بينا هنعمل النهارده اكله مصريه على اصولها باسم مين يا شهرزاد. حبايب قلبي من السعوديه فايزه وليلى، الله يسعد قلبكم ويخليكم يا رب. بعمل لكم الملوخيه دي عشان انتوا طلبتها مني بالطريقه المصريه الاصليه وكمان بطريقه امي الله يرحمها. يلا بينا يا حلوين نشوف هنعمل ايه. واوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب. يلا يا حلوين. يلا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه ونسمي بالله. جبنا الكبة بتاعتنا وقلنا هنخرط فيها الملوخية. ممكن تعمليها عادي بالمخرطة، اللي هي المخرطة عادي هي بتاعت الناس الفلاحين اللي بتمسكيها بايدك دي وايه وتصحنيها عليها. انا ايه بصراحة استسهلت، جبت الكبة بتاعتي اللي هي بقى عارفينها انتوا طبعا ان الكبة دي غالية عليا، ورحت حاطة فيها الملوخية كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت قبلها جايبه الملوخيه ومقرطفاها وغسلها غسله كويسه وحطها تحت المروحه نشفت. وبعد ما نشفت بقى ايه قلت اعملها زي ما انتوا شايفين. هتعملي لي ملوخيه يا شهرزاد علشان في واحده حبيبتي كتير كتير اسمها ليالي من متابعيني، متابعه من السعوديه. هي مش متابعه، هي اخت طلبت مني ان انا اعمل لها الملوخيه، وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عن حبايب قلبي اخواتي اللي بحبهم في الله. هي واختها فايزه. تمام يلا نكمل بقى يا حلوين. خرطنا الملوخيه وقلنا بقى ايه هنعمل طبق ملوخيه فلاحي دلوقتي على اصوله. والله يا جماعه بعملها لكم على طريقه امي، هي ما فيهاش اي افتكاسات. طبعا انا خرطتها زي ما انتم شايفين كلها على الكبه وايه، وقلت هعملها دلوقتي بطريقه حلوه هي ما فيهاش اي حاجه كده ولا كده. المهم ركزي معايا يا حبيبه قلب اختك بقى، وركزي معايا يا ليالي في الفيديو. جبت ايه الحله بتاعتي وولعت عليها وكان فيها الشوربه. جبت شوربه ايه يا شهرزاد؟ جبنا فراخ وعملنا الشوربه بتاعتها، وقلت اعمل بقى معاكم الملوخيه وما صورتش معاكم بصراحه الفراخ، قلت اعمل ملوخيه بس النهارده معاكم في الفيديو. ركزي بقى معايا يا حبايب قلبي. كنت طبعا مقشره راس توم كده وهرساها في قلب الهون، ما عملتهاش على الكبه عشان تبقى ناعمه قوي معايا، ونزلت بمعلقه توم نيه على قلب الشوربه بتاعتي. وجبت كمان مكعب دجاج ورحت فركاه زي ما انتوا شايفينه ومنزلاه على ايه، على المرقه يا جماعه. وحط ايه يا شهرزاد تاني؟ مش هنحط حاجه، احنا هنسيب بقى الشوربه بتاعتنا تغلي غاليه كويسه كده لحد ما التوميه اللي انا حطيتها تستوي. طبعا انا كنت مولعه طبعا على الفراخ بتاعتي بس ما صورتهاش بصراحه لاني صورت كتير معاكم الفراخ. خدت كميه الشوربه اللي انا خدتها وسبتها في الاخر تستوي على مهلها على نار هاديه الفراخ دي. هنرجع تاني بقى يا حلوين للشوربه بتاعتنا. هسيبها بقى تغلي دلوقتي يا جماعه لحد ما التومه اللي انا حطيتها جواها تستوي. لازم التوم يستوي لان لو ما استواش هتيجي تاكلي هتلاقي التوم بيقرش فين وانت بتاكلي. جبت طبعا الشوربه غلت زي ما انتوا شايفين ورحت ايه شدها من على الولعه. التركايه دي يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منها، ما تحطوش الملوخيه والشوربه على قلب النار. شدوا الاول الشوربه من على الولعه وروحي نازله عليها ايه بالملوخيه. فهماني يا ليالي؟ فهماكي يا شهرزاد؟ شدي الحله كده وحطي الشوربه تهدى شويه وروحي حاطه فيها الملوخيه. ليه يا شهرزاد؟ علشان لو حطيت الملوخيه على الولعه كده مباشره مع الشوربه وهي بتغلي هتعمل رغاوي كده ومش هتعرفي تستفادي منها في اي حاجه، تلاقيها مرغيه كده ومش حلوه خالص. فطبعا انت بتشديها من على النار بتهدى الشوربه تروحي حاطه عليها الملوخيه وتروحي مرجعاها تاني ايه على النار. هي غلوه واحده بس يا جماعه، ما فيهاش اي عمايل جديده ولا اي حاجه، هي دي طريقه امي الله يرحمها. احنا طلعنا لقيناها بتعملها كده، ولا سكر ولا اي حاجات من دي خالص. انا بشوف ناس تحط سكر والكلام ده، انا بصراحه ما اعرفش الكلام ده خالص. واللي وصل لحد هنا مع شهرزاد يصلي على النبي ويكتب لها هو من انهي بلد علشان يبقى من اخوها واختها وحبايبها اللي على القناه. حبايبي في الله الله يسعد قلبكم كلكم. اوعوا تنسوني باللايك والسبسكرايب.
والكلمة الحلوة اللي بتشجعني وتخليني دايما مبسوطة وعايزة اكمل معاكم واعمل لكم كل جديد. الله يسعد قلبكم يا اخواتي. طبعا كده الشوربة بتاعتنا غلت زي ما انتم شايفين، هي غلوة واحدة بس، وهشدها دلوقتي من على النار. ماشي. المهم يا حلوين، احنا دلوقتي كده كلنا حبايب مع بعضينا. لازم لما تطلبي مني طلب لازم طبعا البيه، لان انا بصراحه بحب متابعيني وهم على طول مساعديني واقفين معايا وبيدعموني وما بيخلونيش بصراحه ابقى زعلانه. ربنا يخليكم ليا يا احلى متابعين في الدنيا. انتوا مش متابعين، انتوا اخواتي والله العظيم. بجد بجد انا بحبكم في الله. طبعا كده الملوخيه بتاعتنا خلصت، ما عادش ايه ناقص غير ايه الطشه يا شهرزاد. هنعمل طشه دلوقتي معتبره، يعني طشه بقى ايه اللي هي بتشهقي فيها بقى الشهقه زي ما بتقولوا ايه. فعلا سر الملوخيه في الشهقه او في الطشه. تمام. المهم انا ايه جبت شويه زيت، ما بحبش احط سمنه يا جماعه على الملوخيه عشان برضو بتعمل لها ريحه، انا مش عايزه اغير ريحه الملوخيه. جبت شويه زيت، زيت نباتي بس ما يكونش زيت تموين والكلام ده لانه بيبقى له ريحه. زيت ذره، زيت عبادي. تروح حاطين معلقتين زيت وتروحي نازله عليهم بقى ايه بمعلقه توم كده محترمه. انا هحطها دلوقتي معاكم اهي. فرمتها. انا بعمل يا جماعه التومه بتاعه الملوخيه على الهون، ما بعملهاش على الكبه عشان ما تبقاش خشنه وتبقى محببه كده. بنعمها جدا جدا وبخليها كده ايه مفتفته خالص. جبت طبعا معلقتين الزيت حطهم في الطاسه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، ونزلت عليهم بمعلقه توم مليانه عشان هنعمل ايه طشه الملوخيه يا حلوين. ونزلت بمعلقه كزبره على قلب ايه على قلب الملوخيه بتاعتي. ملوخية ايه يا شهرزاد مالك تايهة كده ليه؟ على قلب التومة اللي انا بقليها معاكم يا حلوين. صلوا على النبي يا حلوين، اوعوا تنسوني بالسبسكرايب. يلا بقى هنعمل الطشة بتاعتنا. اه الطشة دي بتاعت امي، الله يرحمها. الله يرحمك يا امي ويرحم امواتنا جميعا. اوعوا تنسوا امي، تنسوا تدعوا لامي بالرحمة وابويا وتقولوا الله يرحمهم ويرحم امواتنا جميعا. طبعا كده خلصنا الملوخيه بتاعتنا ونشلتها من على الولعه عشان ما ينفعش خالص تبقى على النار تاني. بصوا اقسم بالله ما قادره اقول لكم كان طعمها عامل ازاي. طعمها كان تحفه تحفه تحفه. كان نفسي ادوقها لك يا ليالي والله، بس اكيد هيحصل وهدوقها لك وهدوقك اكلي لما تنزلي مصر حبيبه قلبي.